السلام عليكم. النهارده جايبه لكم آلة جميلة جدا لصنع الفطائر الصغيرة والقطايف، وبتعجن وبتظبط لنا العجين وكل حاجة. يلا كده بقى نشوف احنا النهارده هنعمل بيها القطايف بس. يعني هنستخدم جزء واحد بس، مش هنستخدم الاتنين. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هي لها يد كده بنحط فيها العجينة كورة كورة، وتحطيها في المكان ده وتقومي ضغط عليها باليد بتاعتها، هتتبطط وتبقى زي القرص كده الصغير. وطبعا ميزتها انها بتطلع كلها فطاير مقاس واحد ومنقوشة وشكلها جميل جدا. انا كده لا احطها هنا، وبعد ما تتبطط اخدها احطها في المكان التاني علشان نحشيها بقى باي حشو. احنا هنا هنعمل زي ما قلت لكم القطايف، وممكن تعمليها بقى في اي عجين. وتحشيها لحمة مفرومة، تحشيها متعصجة طبعا، وتحطيها في الفرن، تحشيها جبن، تحشيها اي حشو عايزاه. مش هنغلب يعني اي حاجة تعمليها للولاد. حتى القطايف ممكن تحشيها بكذا حشوة، و هتطلع معاكي جميلة ومنقرشة كده وشكلها عسل. هتشوفوها معايا. تعالوا كده نشوف القطايف بتاعتنا. طبعا انا هنا ما عملتش القطايف، انا جبتها جاهزة بصراحة. وبيبقوا لازقينهم الوشين في بعض كده، تشيليها بحرص كده شوية عشان ما تقطعش منك، لان هي طازة، وده احسن حاجة لازم تجيبيها طازة عشان العجينة تديكي شغل حلو. احنا هنستخدم الجزء بتاع القطايف او المعجنات اللي احنا هنحشيها. زي ما قلت لك هنا عامله قطايف، فهحشيها جوز هند وزبيب وفول، اي حاجه بقى انت عايزاها، كاستر، اي حاجه انت عايزه تحشي باي حشو حطيها، عين جمل، اي حاجه. انا حاطه فيه هنا جوز هند اللي هو مبشور، وجوز هند قطعه. هنحشيها بقى كده ونشوف هتدينا ايه بقى بعد ما نخلصها هتشوفوا النتيجة. هنعملها بقى خطوة خطوة كده مع بعض. اول حاجة انا هحط هنا الحشو بتاعي، بس لازم تحطي الحشو في النص بالطول كده، في النص بالطول عشان هي هتتقفل عليه. مش هنستخدم الجزء بتاع اليد، احنا هنستخدم الجزء اللي بيقفل على القطايف. زي ما انت شايفه كده شكلها جميل جدا جدا ومنقوشة وحلوة جدا. شايفة بقى من غير ما نستخدم اي حاجة، وهتخلص معاكي يعني ده نص كيلو خلص في 10 دقايق بسرعة جدا، خدش وقت. وفي نفس الوقت بيطلع شكلها جميل جدا ومقفلة صح. زي ما قلت لك لازم تكوني جايبة القطايف طازة، ويعني لسه تكون سخنة كده، حتى هتيجي نتيجة اجمل على طول، لان الطبع هنا بيظهر عليها بسرعة اهو. شايفة شكلها جميل جدا طبعا. وده شكل القطايف اهي لما خلصت. شايفين بقى النقشة جميلة ومقفلة تقفيلة جامدة جدا، وفي نفس الوقت استعمالها بسيط وسهل، ما فيهوش اي مشاكل، ومبياخدش وقت، حتى تنظيفها بسيط جدا. هنا الجزء اللي بنحركه ده اللي زي ما انا بوريكم كده، ده الجزء اللي بيتنى. ده جزء بيجيبهولك مفكوك، وانت اللي بتركبيه الجزء ده. يعني انا برضو كانت مفكوكة وانا ركبتها. واللون المعلقة الخضرا دي عشان تحطي بيها، بس طبعا انا ما لقيتهاش عملية، فاستعملت المعلقة العادية بتاعتنا، هي ملو معلقة صغيرة خالص، وهتحطيها بالطول وتظبطيها بحيث ان هي تبقى فعلا بالطول كده عشان تقفل عليها كويس. خلاص كده. نفس الكلام ده ممكن تكرريه مع جبن، مع جبنة وزيتون مثلا للولاد في المدرسة، وتشويها في الفرن، يعني تحمريها في الفرن لو عايزة، بس تدهنيها زيت خفيف كده من وش والظهر في الصاج، يا ما تعمليها في الزيت زي القطايف كده. شايفين بقى الجمال، نقشة تحفة وآلة جميلة. يا ريت تحاولوا تجيبوا حاجات كده بتسهل علينا في الطبخ. حبيت اعرفكم الاشكال والطرق. وزي ما انتم شايفين كده القطايف بتحمريها بعد ما بنخلص. طبعا كلكم عارفين الحكايه دي، بس انا بوريها لاي بنوته حلوه لسه بتتعلم يعني. وده طبعا العسل بيكون بارد، نحط فيه القطايف وهي لسه طالعه سخنه. ما ينفعش الاتنين يبقوا سخنين، لازم يبقى آه حاجه واحده بس هي
الا سخنه. وفي الغالب طبعا بيبقى القطايف انا بحطها في اناء عميق كده علشان لما اقلب بيتقلب كله وما فيش حاجه تنزل على الترابيزه او كده. بعد ما بخلص الكميه بقوم مقلبه وابتدي بقى اطلعها في السيرفيس بتاع التقديم. انتي تحمريها حلو علشان ما تطلعش طريه، ولما تسيبيها حتى وياكلوها بعد شويه تفضل مقرمشه كده وجميله. اهو شايفين الجمال بقى بطعمها. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لنا لايك كده وتعليق حلو منك، وتنشري وتشيري علشان بقية اصحابك يتفرجوا ويستفادوا. وطبعا انا مش هوصيكوا بقى يكتب تعليق يقول لي ايه رأيه.